الراهن. يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ جلال حمد، وهو محام ومدير منظمة العدالة من أجل الحياة النشطة في شمال سوريا، والشيخ رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، على أن تكون ندوتنا ذات محورين اليوم، على محورين. المحور الأول، بس إذا سمحت شيخ رياض المايك، إذا بتسكر المايك لو سمحت. راح يكون محورنا الأول، هل يشكل نموذج الإدارة الذاتية مقدمة للحل في سوريا؟ طبعا راح نستفيض في نقاش هذه النقطة أو هذا المحور. في المحور الثاني سنناقش المخاطر والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، سواء كانت مخاطر خارجية أو داخلية، سياسية أو عسكرية، وسواها من مسائل متعلقة بأوضاع الإدارة الذاتية، وتصورات ضيفي لمستقبل الإدارة الذاتية. على كل حال سأبدأ من ضيفي الشيخ رياض درار، مع العلم بأنه لكل ضيف سيكون هناك 10 دقائق إلى ربع ساعة، ونعود نكرر في المحور الثاني أيضا. اللقاء طبعا الندوة تبث على صفحة المركز الكردي للدراسات عبر فيسبوك أيضا، لذلك رح نبدأ مع الشيخ رياض درار. مساء الخير شيخ رياض، بإمكانك فتح المايك شيخ. مساء الخيرات، حياكم الله. مساء الخير. إذا حكينا أن المحور الأول، هل يشكل نموذج الإدارة الذاتية مقدمة للحل السوري، بمعنى داخل هذا الانسداد السياسي الذي تعاني منه سوريا وغياب الحل، هل يشكل نموذج اللامركزية والإدارة الذاتية مقدمة لأن تحكم المناطق نفسها بنفسها، أن تخفض من عتبة الاستبداد في سوريا، أن تهزم الاستبداد، سواء كان استبداد النظام أو استبداد آخر، عبر سياسة النقاط؟ يعني بمعنى لا يمكن في سوريا الوصول إلى ضربة قاضية تنهي الاستبداد مرة وإلى الأبد، إنما عبر إشراك الناس في السياسة، في إدارة مناطقهم. وكيف يمكن النظر إلى تجربة الإدارة الذاتية في هذا المجال شيخ رياض؟ مساء الخير، تحياتي إليك ولضيوفك. أنا أعتقد أن من خبر السوريين يعلم تماما أنهم تلوثوا بالاستبداد وبالحكم الطويل للحزب الواحد، وبطريقة إدارة الحياة السياسية التي سحبت البساط من تحت أي محاولة سياسية يقوم بها الناس ويتدربوا على الحياة السياسية. كان القمع مستمر، والذي يتكلم في السياسة دائما يتحرج من إطلاق الشعارات والمواقف الإيجابية القادرة على تمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم بأنفسهم. باعتقادي أن هذه السياسات التي استمرت أكثر من 60 عام أعتقد، يعني أخذت دورها ومداها وتأثيرها، ولذلك لا يمكن أن نفكر الآن بتغيير سريع لهذه العقلية والذهنية التي ارتسمت عبر يعني العقود. وقد كشفت الثورة بعد قيامها عقم الحل السياسي والقدرة السياسية والتمكن السياسي لكثير ممن كنا نراه قامات كبيرة في السياسة. نحن كنا نعتقد أننا نسير وراء قامات كبيرة. الأحداث والثورة نفسها وإدارة الثورة أثبتت أنهم فشلوا، لم يستطيعوا العمل الحقيقي لبناء القدرات بحيث أنها تستطيع المواجهة والتمكن من تغيير النظام. بالعكس، خلقت أجواء جديدة أكثر فسادا من النظام، والثورة بطبيعتها يركبها يعني الثعالب والمنافقون، ولذلك هؤلاء تمكنوا بحكم عدم السيطرة من قبل الذين كنا نراهم يستطيعون الوقوف أمام النظام، لأنهم تمرسوا في السجون وكنا نقرأ لهم أفكارا جريئة ويعني مقدامة ويمكن أن
تستحق أن تنشئ شكلا جديدا لسوريا الجديدة. هذا لم يحدث. سياق الأحداث بعد الثورة، طبعا النظام ومن يليه ومن معه وعنده من المعارضة لا يستطيعون أن يعبروا، والحياة بقيت كما هي. المعارضة في جهة الائتلاف، أريد أن أسمي الأمر وقبله المجلس الوطني، لم تستطع أن تشكل أيضا الحامل الحقيقي لا للثورة ولا للهدف السياسي المنشود. في شمال شرق سوريا كان هناك حزب واحد لديه معرفة وقدرة سياسية وتنظيم، أستطيع أن أقول تنظيم متماسك، هو الذي قاد حراكا اعتمد فيه على بناء قدرات حقيقية في منطقة محدودة، ثم توسعت لأن طبيعة الأحداث جعلت هذا التمكن الأولي في منطقة محدودة أن تتوسع إلى أوسع من ذلك بسبب محاربة داعش، خاصة وأن هذا التنظيم لديه قدرات قتالية ومعرفة في مواجهة كثير من الظروف السياسية. وهناك أيضا تماسك سياسي حقيقي استطاع أن يبني نفسه ويبني المجتمع من حوله، لأن لديه إيديولوجيا، لديه نظرية. وهنا نكون واضحين، نحن كنا بحاجة لحزب سياسي حقيقي يمكن أن يكون مصدر سوري وتوجه سوري وأفكار سورية. هذا الأمر احتجنا أيضا إلى أن نؤكد للآخرين صحة هذا التوجه وسوريته، لكن احتجنا إلى زمن، وحتى الآن نحتاج إلى كثير من الإقناع للوصول بأن هذا هو الشكل الذي يستطيع منه أن نخلق برامج أولى لنصنع شيء آخر، توسع في السياسة وتوسع في العمل السياسي وإنشاء الأحزاب السياسية التي تواجه الأحداث القادمة. هذه الإيديولوجيا المرفوعة هي هذا الشكل الذي يقوم على اللامركزية الديمقراطية كشعار أساسي، ويحتاج إلى تبيين الموقف من مفهوم اللامركزية الديمقراطية. هذا احتجنا فيه أيضا كثير من البيانات وكثير من المقالات وكثير من المؤتمرات، وبالتالي أن تشكل المنطقة نقطة جذب. وهذا ما قال فيه عدد كبير من السياسيين الذين التقيناهم، لكن كان لديهم بعض العوامل التي يطلبون تغييرها أو الوقوف في وجهها حتى يتم الامتداد والتمكن. لكن نحن أيضا نقدر ظروف السياسة، وليس كل ما يمكن أن نراه أمامنا قادرين على تنفيذه بالوقت المناسب. كنا نسير خطوة خطوة باتجاه التقدم لعمل سياسي فاعل يستطيع أن يتمكن من جمع السوريين وراءه. وكان هناك محاولات للتفاهم مع القوى السياسية الموجودة، سواء كان في داخل مواقع النظام من المعارضة المحسوبة الآن على المعارضة في مناطق النظام، ولكنها محكومة بظروف النظام وسيطرته واستبداده، والمعارضة الأخرى التي هي يفترض أن يكون لديها مجال من الحرية للتحرك، لكن أيضا بارتهانها أصبحت مقيدة أكثر من المعارضة الموجودة مع النظام. هنا نتحدث عن الإدارة الذاتية، تشكيل لشكل دولة. وأنا كنت أكرر دائما نحن شكل دولة ولكن بنظام ثورة. يجب أن لا نفكر بأن الدولة تحكمنا، لأن الثورة هي الهاجس الأساسي الذي يجعلنا نغير بسرعة أو بالطريقة الثورية التي لا تجعل الشكل الوظيفي يتحكم بأدائنا. ومن هنا نحتاج إلى تقويم مفهوم الثورة في نفوسنا حتى نصل إلى إنجازات يمكن أن تقف كواجهة لكل الاستحقاقات القادمة، ثم أنها تستقطب القوى التي يمكن أن تساندها وتقف إلى جانبها، لأن التهم النمطية والمواقف التقليدية إذا استمرت لن تستطيع هذه المنطقة القيام بواجبها ولا الفاعلين السياسيين فيها أن يتقدموا، لأن التهم جاهزة والخصومات تزداد يوم وراء يوم كلما تحقق إنجاز إيجابي مثل طرد داعش إلى الباغوز وبعد ذلك القضاء عليه، ومع ذلك دارت دورة جديدة لتهم جديدة، وهكذا
مع أيضا استحقاقات أخرى من احتلالات للمنطقة وتدخل للفصائل التي هي ليست فصائل وطنية، أصبحت فصائل مرتهنة وقاتلة بنفس الوقت، تقتل نفسها وتقتل غيرها، لأننا لم نجد نموذج حقيقي لإدارة في مناطقها. الآن يوجد نموذج متماسك يمكن البناء عليه، ويمكن أن يشكل أرضية للعمل السياسي. فقط من تجربتي أنا خاصة وتجربتنا بشكل عام، نحتاج إلى إرادة وقدرة من المتعاونين والذين نناشدهم دائما بالعمل المشترك، أن يكون لديهم هذه الإرادة والعمل بشكل صحيح دون تردد ودون خوف. نحن لدينا سياسيين تعاملنا معهم، التردد موجود لديهم عند أي خطأ يحصل، يرجعون عشرات الخطوات بعد التقدم إلى مسافات جيدة. ولدينا تجربة في الدعوة إلى مؤتمر القوى الديمقراطية والشخصيات، هذا أمر لدينا 4 سنوات من العمل من أجل جمع السوريين، ومع ذلك كل مرة يحدث شيء نراهم يرتدوا إلى الوراء، حتى نحتاج فترة أخرى لإعادة السيطرة والعمل المشترك للوصول إلى فاعلية. هذا بشكل عام الذي يؤسس أرضية لأن تكون المنطقة بحكم استقرارها والإمكانيات التي لديها والقدرات التي لدى أبنائها والجهود التي بذلوها والتضحيات، أن تشكل منطقة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لسوريا جديدة، وبمشاركة الفاعلين السوريين من السياسيين من كل أطياف السوريين يمكن أن تتقدم هذه الخطوة وتنجح وتصبح قادرة على التقدم أكثر باتجاه المناطق الأخرى. جزيل الشكر شيخ رياض. بطبيعة الحال بدنا نرجع لك بالمحور الثاني. بدي أتوجه بسؤال بنفس سؤال المحور لصديقي وزميلي جلال حمد. يعني فيما خص تجربة الإدارة الذاتية، هناك قول للمثقف السوري الكبير الأستاذ جاد الكريم جباعي، يقول أن الفيدرالية أو اللامركزية أو الإدارة الذاتية، سميها ما تشاء، تقدم حماية مزدوجة للمواطن. مرة تتم حمايته من قبل سلطة محلية، ومرة تتم حمايته في دمشق أو من المركز، وبالتالي هذه الحماية المزدوجة تجعل المواطن محصن مرتين. داخل هذا الجو، كيف يمكن النظر إلى الإدارة الذاتية؟ هل يمكن هذا النموذج اللي بتعرف الإدارة الذاتية في العالم هي واحدة من الصيغ الحداثية لممارسة السياسة، برزت في القرن العشرين بشكل واسع، نالت استحقاقها من جدارتها، استطاعت أن تحل مشكلة الإثنيات والقوميات في دولها، مسائل التعدد الثقافي، استطاعت أن ترفع الغبن عن المناطق سواء كانت قصية أو نائية، وبالتالي قدمت شكل من أشكال الحكم. هل بمقدور نموذج الإدارة الذاتية بشكله الراهن في شمال شرق سوريا، أو نموذج معدل سواء تم تعديل نموذج الإدارة الذاتية مستقبلا من قبل القائمين عليه، هل يمكن أن يشكل يعني عتبة للحل في سوريا؟ خاصة أنه اللي عم نشهده ونحن تجاوزنا السنة 13 للأزمة السورية، عم نشهد تراجع كبير في المسار السياسي. جنيف إلى جفاف تام، خط أستانا تم إنهاؤه، وبالتالي ليس هناك حل إلا بيد السوريين وداخل سوريا. فبدي ناقش معك هالمسألة زميلي جلال، تفضل. مساء الخير. شكرا مساء الخير. على الدورة، شكرا على الدعوة، شكرا للأستاذ رياض، شكرا للجميع. في ورقة أصدرناها من عدة أشهر تحت عنوان نحو مخارج لتمثيل شمال شرق سوريا في العملية السياسية، تضمنت الورقة كيف يمكن تكون الإدارة المحلية أحد مداخل الحل السياسي في سوريا. وكان الكلام ضمن سياق نقاش حالة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. وهذا طبعا بناء على على الرؤية التي تقدمها الإدارة الذاتية في حكم مناطقها من جهة، وعلى ما تفضلت به هو الطريق المسدود أمام الحل السياسي في سوريا. الإدارة الذاتية كفكرة اليوم
كمشروع مؤهلة، قد تكون مؤهلة فعلا لإحداث هذا الاختراق في حلحلة المسار السوري من مدخل الإدارة المحلية من وجهة نظري. والإدارة الذاتية مؤهلة لأنها يعني أكثر إدارة محلية في مختلف مناطق النفوذ على النظام، يعني في 3 مناطق نفوذ، قد تكون الرابعة ما أعرف شو راح يصير بالجنوب السوري. تمتلك مشروع، تمتلك رؤية واضحة. الرؤية مشوشة في باقي المناطق حقيقة، رؤية الإدارة المحلية. فأعتقد أنها مؤهلة، ولكن بشروط، بمعنى حتى تكون مؤهلة، حتى تقدر حتى تستطيع أن تقوم بهذا الدور، يجب أن تكون مقبولة من مختلف الأطراف، ويجب أن تصوب مسارها في سواء على مستوى علاقتها مع المجتمعات المحلية التي تحكمها، أو على مستوى علاقاتها مع دول الإقليم. ليش أقول أن الإدارة الذاتية مؤهلة؟ يمكن للإدارة الذاتية، وهي مدعوة الحقيقة أكثر من غيرها من الإدارات المحلية في مختلف المناطق السورية، لفتح أبواب التواصل مع الإدارات المحلية في كل مختلف المناطق السورية، والتفاهم على صيغة، واللي كل إدارة محلية تمثل يعني جهة معينة أو طرف معين من أطراف الحرب والصراع في سوريا، والتفاهم على مجموعة من الملفات، منها كيف يمكن أن يكون شكل سوريا القادم، لأنه مختلف التوجهات أو معظمها يتحدث عن عدم الإمكانية العودة إلى الشكل المركزي لسوريا ما قبل 2011. بالتالي لابد من البحث عن شكل، كما قال جاد الجباعي، نعم، أنه الإدارة الذاتية أو الحكم المحلي يحمي المواطنين، وهذا ما قد يشعر به إلى حد ما المواطنون الخاضعون لسيطرة الإدارة الذاتية، إلى حد ما، لا أقول بالمطلق، أنهم فعلا يجدون نفسهم تحت حكم يمتلك الرؤية ويمتلك القدرة على تقديم الخدمة وعلى الحماية، ويمتلك على حماية المواطنين، وأيضا يمتلك القدرة على الدفاع عن المواطنين من الحكومة المركزية. هي الآن الحكومة المركزية حكومة بشار الأسد قد تكون لها يعني شكل معين، أطماع معينة وصفات معينة، ولكن حتى في حال تغير هذه الحكومة ووجود حكومة جديدة، أعتقد أن الحكم الذاتي، نعم، من التجربة البسيطة يمكن أن يحمي المواطنين ويمكن أن يحقق لهم طموحاتهم. أريد أن أقول أنه في فكرة الإدارة الذاتية تحمل يعني قيم يبحث عنها السوري، وهي قد تكون فعلا مفقودة في باقي المناطق السورية. المشاركة، قيمة المشاركة، تتحدث الإدارة الذاتية عن قيمة المشاركة في الحكم من مختلف المكونات. تحمل رسالة التعايش، دائما تصر على التعايش، و مركزية، والتي من وجهة نظري أنها هي الفكرة السليمة الآن لمن يتحدث عن وحدة سوريا أرضا وشعبا، لأن اليوم الحكومة المركز في سوريا مهشم، ولا أعتقد على الإطلاق إمكانية إعادة تشكيل سوريا ووحدة سوريا وفق الصيغ القديمة. المشكلة اليوم في الإدارة الذاتية القائمة حاليا، أنا تحدثت كله عن فكرة الإدارة الذاتية، كيف يمكن ولها القدرة على أن تكون مبادرة وجزء أساسي في تشكيل الحل المستقبلي في سوريا. ولكن الإدارة الذاتية اليوم تعاني من تحديات كثيرة ومشاكل داخلية وخارجية، بعضها ذاتي وبعضها موضوعي، وهو ما إذا سمحت جلال، كنا مقررين إنه المحور الثاني راح يكون التحديات. أنا ببالي بس عندي لكن إذا في نقطة ممكن نستدرك فيها، نقطة واحدة ونستطرد بالمحور الثاني. أكيد. أن الإدارة الذاتية الآن يعني في ال3 سنوات، في السنتين أو ال3 الأخيرة تماما، من العام 2019 حتى الآن عام 2022، زادت من نسبة عدم الرضا عنها، وهذا بينته أيضا أحد أوراقنا في عام أعتقد 2022.
زادت نسبة عدم الرضا عن أداء الإدارة الذاتية، وهذا يفقدنا أحد المداخل المهمة التي نعول عليها لحل سياسي مستقبلي تكون الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أحد أعمدته. طالما هذه الإدارة لا تحظى بالرضا المقبول والكافي، أعتقد لن تكون يعني لها يعني لن تكون لها القدرة على المضي قدما في أن تكون حجر زاوية في تحريك المسار السياسي في سوريا. ولكن كفكرة هي مقبولة، هي قادرة، وقد يعول عليها حتى. نعم. إذا يعني فكرة الإجماع، تتفق معي ما بعرف إلى أي درجة، يعني فكرة الإجماع على أي مشروع هو أمر صعب، خاصة في بلد منقسم مثل سوريا يتم تشويه مفردات مثل الفيدرالية واللامركزية، الحكم الذاتي يعني أيا يكن. وبتعرف أنه أصعب الأشياء ربما يكون هو شرح البديهيات، أنه الفيدرالية في معناها ومبناها يعني الاتحاد، وأن الحكم الذاتي لا يعني الانفصال، وأن الإدارة الذاتية تعني تسيير أمور المناطق بدون أن تتدخل العاصمة في غير المواضيع السيادية، هي الاقتصاد والجيش والخارجية. وبالتالي يعني هل يمكن مثلا برأيك المنطقة الشرقية مؤهلة نتيجة الاستبعاد السياسي المديد من تاريخ تأسيس الدولة السورية؟ كانت هذه المنطقة مبعدة إلى حد بعيد، ما عم نحكي مظلومية، لكن هل الأهالي راح يتقبلوا أنه يشعروا بشيء من الندية تجاه بقية المناطق ويشعروا بكيانهم؟ هل هذا الشيء يعني عم يحصل مع الأيام، ولا يراها الناس مجرد تجربة والسلام عليكم؟ يعني أعتقد اليوم من وجهة نظري أن الإدارة الذاتية والحكم المحلي أصبحت حاجة لتلبية مطالب المواطنين، تلبية احتياجاتهم، خاصة في المشاركة في حكم مناطقهم والتحكم بثرواتهم ومواردهم، وحاجة لحفظ أمن المواطنين. لأنه أعتقد أن الطرح المقابل الذي يتحدث عن وحدة سوريا أو شكل سوريا كما قبل 2011 هو غير قابل، يعني هو غير قابل للتطبيق الآن، يعني أمر غير واقعي. لذلك تجربة الإدارة الذاتية تجربة حتى يعني قد تكون المنقوصة أو يعني المعيبة بمكان ما، ولكنها تعطينا نموذج يمكن البناء عليه مثل ما تفضل الأستاذ رياض. ومثل ما تفضلت، نعم هناك خوف من كلمة الفيدرالية، هناك تشويه أنه الفيدرالية فإحنا رايحين باتجاه تقسيم على الأكيد، وهذا أعتقد أنه يسوى أنه يعني نتولى دفة الدفاع عن هذا المفهوم في ظل دفاعنا وتمسكنا بوحدة سوريا أرضا وشعبا. وحدة سوريا أرضا وشعبا تتطلب من وجهة نظري اليوم الحديث عن صيغة جديدة لشكل سوريا، وهو صيغة الإدارات الذاتية، في أن تقوم سوريا على مبدأ الإدارات الذاتية. أما العودة إلى ما قبل 2011 والصيغة القديمة فأعتقد أنها أصبحت ضربا من الخيال. شكرا جلال. أعود للشيخ رياض لمناقشة المحور الثاني. يا ريت تفتح المايك شيخ، إذا بتسمح لي. يعني كمان أذكر بالمحور، وهو المخاطر والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية. بتعرف شيخ رياض أنه من لما تم الإعلان عن الإدارة الذاتية وهي تواجه مخاطر، سواء كان من الإرهاب المتمثل بداعش، سواء من قبل الدولة التركية التي تمعن في استهداف المنطقة واحتلال أجزاء من شمال سوريا بمبررات الأمن القومي، وهي جملة مفهومة يعني نتفهمها لكن لا نقبل. المسألة التحديات الأخرى التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وهو ازدياد التدخل الإيراني في المنطقة في شمال شرق سوريا، تحديدا في منطقة دير الزور، داخل يعني بتعبير لا أحبذه بس بدي أذكره، داخل المطرقة التركية والسندان الإيراني. كيف يمكن أو كيف تبقى الإدارة الذاتية على حالها؟ يعني هذا أيضا ربما يعني
وأمر صعب لكنه تحقق. بقيت على يعني هل التحديات مستقبلا هذه المخاطر ستبقي على الإدارة الذاتية أم أنها ستحاول قدر الإمكان النيل منها؟ كيف تشوف الوضع؟ كيف تقيم التحديات؟ وإذا بنعرج كمان على التحديات الداخلية بيكون شيء يعني مكمل. تفضل شيخ. تمام. أعتقد أنا أنه هاي المنطقة منذ فترة طويلة محكومة بالصراع. يعني الأطماع فيها، أطماع بسوريا بشكل عام موجودة، ولكن في هذه المنطقة الأطماع داخلية وخارجية. يعني حتى السوريون استثمروا فيها لفترة طويلة وجعلوها مهمشة. هذه منطقة كانت مهمشة أثناء الحكم السابق، وما زالت غير معتنى بها من كل النواحي، صحية، تعليمية، ثرواتها ذاهبة بعيدا عن أبنائها. الآن بدأ أبنائها يفكرون باستثمار هذه المنطقة، ولذلك صراعهم مع الآخر موجود، لأنه يريد أن يقاسمهم فيها دون أن يكون له أي عمل حقيقي من أجل إنجاز ومشاركة فيها. لذلك هذا وجه من وجوه الأطماع في المنطقة. والوجه الخارجي بالنسبة لنا أعتقد صراع تاريخي اسمه الصراع التركي الكردي، وهذا موجود واستثمر فيه الأكراد، الأتراك استثمروا ضد الأكراد في المنطقة، لأنهم استطاعوا إقامة نموذج حياتي يمكن أن يكون مؤثرا يتأثر به السوريون ليستطيعوا النجاح في حياتهم المشتركة ومعيشتهم القادمة. هذا الأمر تركيا لا تريده، لأن لديها أطماع في المنطقة، لا تريد لها استقرار، واستثمرت ضعف الدولة السورية الحالية والصراع فيها لتتدخل بإما سكوت دولي وإما باندفاع ذاتي من خلال الأطماع دون النظر إلى تأثيرات المحيط. تستغل فرصة ما لتقتحم وتأخذ أو تقضم جزءا ما من المناطق، وتستثمر أيضا في القوى المتصارعة في المنطقة لتستفيد من هذه الجهة مرة ومن هذه الجهة مرة، وتقضم على حساب هذه القوى المتصارعة، كما حصل في عفرين مرة وفي رأس العين وتل أبيض مرة ثانية. وما زالت الآن المسيرات تقوم بأعمال تخريبية في المنطقة. هدف هذه الأعمال التخريبية عدم الاستقرار، حتى لا يقال أن هناك منطقة في سوريا مستقرة ليمكن أن يستمر هذا التدخل عبر تركيا أو عبر روسيا وإيران، لأنهم جماعة أستانا الذين يخططون لتخريب المنطقة وعدم استقرارها، حتى يبعدوا الأمريكي الخصم المتواجد في هذه المنطقة والذي دعمها في حربها ضد داعش على الأقل كتحالف. هذا الأمر مستمر. إذا نحن نعاني من صراع الأقوياء من غير السوريين، وما زال هذا الصراع يؤثر على استقرارنا وعلى أن نكون نموذجا مستمرا، وهو ما خلق فيما بعد الضعف الذاتي الذي نعيشه من أبناء المنطقة أنفسهم، لأنهم يتصورون أي احتمال يمكن أن يكون ليميلوا إلى جانبه، خاصة في غياب التوجه السياسي الحقيقي، وبالتالي مرة يميلون نحو الشرق ومرة نحو الغرب، مرة مع التركي مرة مع الإيراني، وبالنتيجة هم يستخدمون لتخريب المنطقة بدل أن يتماسكوا ليبنوا نموذجهم الذي يستطيع أن يواجه كل المتدخلين ويستفيد من الداعمين. يعني نحن لدينا داعمين حقيقيين في التحالف يمكن أن يبنوا المنطقة ويساعدوا في إنمائها، لكن عندما يتماسك أبناء المنطقة ولا يتوجهون لهذه الجهة ليكونوا أداة صراع فيها أو لهذه الجهة، هذا وجه رئيسي في التخريب الحاصل وفي عدم الاستقرار. يأتي أيضا طريقة الإدارة نفسها، هي إدارة لديها الضعف الموجود بحكم طبيعة الخلقة التي نشأت عليها. لم تنشأ بشكل متدرج مستقر، نشأت ضمن صراع وضمن مواجهة قتالية، وبالتالي كل ما بنته حتى الآن من محاولات الاستثمار في النجاحات يفشل نتيجة
طريقة البناء السريعة أو طريقة التوظيف غير المعتمدة على الكفؤ. وهناك كثير ممن يوالي النجاحات لكن دون أن يخدمها بل يستفيد منها، وهذا ما رأيناه في أكثر من مرحلة وفي أكثر من جهة. إذن لدينا ضعف ذاتي يمكن أن يؤثر على طبيعة استقطاب الناس من حول الإدارة. نحتاج إلى كثير من الحكمة وكثير من السياسة في إدارة نفوس تستطيع أن تقول أنها لا تعرف ماذا تريد على الأقل، هذا إذا لم تكن موجهة من الآخرين. هذا الأمر صعب جدا أن تواجهه في المجتمعات حتى لو كان عندك قدرة وسياسة وإمكانيات وإيديولوجيا. لا يمكن الناس أن تقبل كل شيء، يحتجون بشيء مقابل شيء فقط من أجل الرفض وليس من أجل بناء الاستقرار. هذا نعانيه أيضا في الداخل، وربما يكون الضعف ذاتي أحيانا بسبب نماذج القيادات التي لا تستطيع أن ترى رؤية بصيرة بالأهداف الحقيقية التي يمكن أن ينشدها ممثلو الإدارة. هذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه له. وبالتالي أيضا رغم أن مهام الإدارة لو قرأت وتوبعت بشكل صحيح لوجدناها مهمة جدا نستطيع أن نبني عليه. يعني على سبيل المثال مهام الإدارة التي رأيناها منذ بداية التأسيس أنها اهتمت بالقطاعات الخدمية، ورغم هذا الاهتمام بالقطاعات الخدمية كان تخريب مستمر موجود في الممارسات التي تقوم من هذه الجهة أو تلك. يعني في الصحة، في التربية والتعليم، في الطرق والجسور التي يمكن أن تساعد، في القنوات الري، كل هذا عندما نبنيه نجد أن عقبات أخرى. يعني قنوات الماء التي حاولنا أن نبنيها في أكثر من منطقة تأثرت الآن بقطع المياه سواء كان من علوق أو من نهر الفرات واستثمار في ذلك. أثر ذلك أيضا على الكهرباء. ثم أجاء التدمير الأخير الذي قامت به الدولة التركية بتدمير البنى التحتية. أيضا ترسيخ الأمن والاستقرار، ما زال لدينا خلايا نائمة من داعش، وما زال التخريب وما زال الازدياد والضغط الخارجي الذي يحرك هذه الخلايا، سواء كان من جهة إيران كما حصل ورأيناه في مشكلة العشائر، ومن جهة تركيا كما رأيناه مستمرا عبر الخلايا المدعومة باسم أنها تميل إلى المعارضة وما يتبقى منها. لدينا مسألة أساسية نستطيع أن نؤكد فيها النجاح، وهي مسألة دعم المرأة. المرأة أخذت دورها، شاركت، قامت، هذا شيء غير مسبوق، وهو نموذج أساسي في بنية الإدارة يمكن أن يعتمد عليه على أنه عامل من عوامل الاستقرار والمشاركة والبناء. ثم لدينا مسألة التواصل السياسي. نحن حتى الآن في مسألة التواصل السياسي نعاني لأننا غير مقبولين بحكم الضغط الخارجي الذي يدفع بإبعادنا عن كل احتمالات المشاركة السياسية. طيب كمان بدي استفهم منك شيخ رياض، انت الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، في مقابلة على المونيتور مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبده تحدث عن نأي بالنفس فيما خص يعني القصوفات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، ودعا إلى تجنيب المنطقة مثل هذا السيناريو. هل يمكن تجنيب المنطقة إمكانية يعني أن تبدأ هناك حرب بين الولايات المتحدة وإيران؟ لا نسميها حرب إنما معارك مستدامة. هل هذا الشيء ممكن؟ هل ستحافظ من ناحية قسد والإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية على سياسة النأي بالنفس، أم أنها في المحصلة ستضطر إلى يعني اتخاذ خيار آخر؟ نحن بالنتيجة متأثرون بالمحيط وبما يجري من حولنا. لا نستطيع أن نؤكد النأي النهائي ولا نستطيع أن نشارك بشكل نهائي. لماذا؟ نحن عندما جاءت قوات التحالف لتنشئ جيش للعشائر من أجل حماية الحدود، وقيل أن هناك جيش العشائر تعمل هذه القوات على إنشائه
وتواصلت مع رؤساء عشائر وقبائل في المنطقة، لم تستجب قوات قسد لهذا المشروع، لأنه أولا يقسم المنطقة إلى فصائل، وهذا شيء غير مرغوب فيه. ثانيا، هذه القوات غير مؤهلة وغير مستعدة، وبالتالي إنشائها سيخلق كينونة جديدة يمكن أن تشكل مواجهات. عندما تراجعت القوات التحالف عن هذا المشروع، كان هناك تدخل آخر من الخارج، من إيران ومن النظام، ليجمع من يتحالف معه ليقوم بالدور التخريبي الذي عرفناه ورأيناه منذ فترة. هذا إذن مشروع قائم لا نستطيع إلا أن نراه ونراقبه ونشارك في مواجهته أو تغييره، وهذا ما حصل. قسد لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذه المحاولات، لأنها بالنتيجة أرادت أن تعيد الشكل السائد قبل أن تخرب المنطقة نتيجة مواجهات قتالية مدعومة من الخارج. فإيران هي التي جاءت إلى المنطقة مع النظام، اضطرت قسد أن تواجه وأن تتدخل، ولا يمكن لشيء اسمه النائب النفس إذا حصل مثل هذه الأحداث. وإذا صار هناك مواجهة حقيقية بين أمريكا وإيران، بتصوري لا نستطيع أن نكون بعيدين عن شكل من أشكال هذه المواجهة، لأن خروج القوات الأمريكية مؤثر على استقرارنا، وسوف يكون بعد خروج القوات الأمريكية مواجهات قاتلة ودموية لا يمكن أن نتصورها في لحظة قادمة. لذلك نحن علينا أن ندافع عن بقاء القوات الأمريكية في المنطقة، لأنها مصدر حماية واستقرار للمنطقة، وتستطيع أمريكا أن تواجه هذه الهجومات، وبالتالي أن تمنعها عن المنطقة وعن نفسها، لأن هذه معركة طويلة مع إيران بين الاحتواء وبين المواجهة الجزئية. هذه معركة أمريكا وإيران وليست معركتنا. من هنا نحن لا ندخل في الصراع بشكله الأولي، ولكن قد نضطر له في لحظة من اللحظات. جزيل الشكر شيخ رياض. نرجع لك في ختام هذين المحورين، بس بيسأل زميلي جلال عن المخاطر والتحديات أيضا. يعني المخاطر قد لا تكون عسكرية فقط من الخارج، لا تتمثل فقط بالمخاطر التركية والإيرانية، وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى طبيعة الدولتين ورغبتهم في التوسع. هناك ميول توسعية عند الدولتين، ولعل ساحته الأساسية هي سوريا، لكن هناك تحديات أيضا داخلية. يعني هناك، لا أحبذ كلمة أذرع، لكن هناك تأليب لمجموعات في الداخل ضد الإدارة الذاتية، تأليب لقومي شاهدناه مع أحداث دير الزور، وتم تصويره في بعض الأحيان بشكل لم يلقى رواج حقيقة الأمر، لأنه هو صراع كردي عربي. من ناحية أخرى هناك تحديات تطاول سبل العيش. اليوم نهر الفرات الخالد كما يسمى يعني تم تجفيفه، وبالتالي هناك إضرار كبير في اقتصاد المنطقة. يتم استهداف يعني القطاع النفطي، الكهرباء، المياه، المشافي، المدارس، وبالتالي هناك رغبة في تحطيم المنطقة لكي يعني تفصل تركيا وكذلك إيران، يفصلوا بين المجتمع والإدارة الذاتية في محاولة لتطويق الإدارة الذاتية. داخل هالتحديات والمخاطر لا زال الناس أصحاب مصلحة مباشرة يبدو لي ببقاء الإدارة الذاتية. يعني هم متمسكين في الإدارة الذاتية كنوع من الحل، يعني مظلة تقيهم خلينا نقول الأمطار ورعود النظام وإيران وتركيا وفصائل الموالية لتركيا. داخل هذه التحديات والمخاطر، كيف يمكن الحديث عن يعني رسوخ الإدارة الذاتية في المنطقة، خاصة في المحافظات الشرقية الثلاث؟ طيب، شكرا. وهذا موضوع مهم. بس ممكن أتذكر هي طرفة بس حقيقية. يعني عليها صديق كردي يتنقل من بين القامشلي والدير، فالشوفير عربي، فوصلوا لحاجز لقسد، فقال يا شباب وصلنا حاجز الكراد حوالي الدير الحاجز. يعني فهم هناك يقولوا، ما يقولون قسد، يقولون كراد. فطلعوا بالحجز ولا كردي،
وكلهم عرب المنطقة، حتى يعني عرب القرى اللي حوالي الحاجز كلهم أهل المنطقة. وأنا برأيي هذا مؤشر يعني على أنه هناك انطباع ما داخل المجتمع المحلي على أنه الإدارة الذاتية يتم التحكم بها من طرف واحد. قد لا يكون هذا، يعني قد يكون هذا مضخم، بمعنى معطى دور، يعني دور أكبر من الحقيقة، أو يعني هناك اعتقاد بأن هناك في دور أكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي في إدارة قوات سوريا الديمقراطية أو في السيطرة على الإدارة الذاتية. قد لا يكون هو الدور فعلا هو هذا الدور موجود، ولكن في انطباع ما. وأعتقد أن في محافظات شمال وشرق سوريا بعض الإجراءات وبعض التصرفات وطريقة الإدارة ما تبرر للمواطن العادي هذا الانطباع، لأنه يعني طريقة الإدارة في رغم ضخ المال الرهيب من 2017 حتى اليوم في العديد من المحافظات، وخاصة محافظتي دير الزور والرقة، نرى أن الأمور في بعض القطاعات بتراجع. فعلى سبيل المثال لما نتكلم عن التعليم، أو نتكلم على مثلا قطاع الصحة وانتشار الكوليرا، ولا نتكلم عن الخدمات مثلا مشاكل الطرق والخدمات العادية التي ضخ عليها ملايين من الدولارات، لا تزال الناس تعاني من مشاكل خدمات رئيسية تؤثر على حياتها اليومية. وهم يقولون بأن المشكل أن القرار ليس بيد أبناء المنطقة، أن القرار مركزي، وأن هذا القرار المركزي يفتقر أحيانا للكفاءة، يفتقر أحيانا للمعرفة بسياق المنطقة واحتياجاتها، ويفتقر أحيانا للرغبة بالمشورة والمشاركة. بمعنى أن الاستشاريين أو الكوادر أو المستشارين، أعتقد ترجمتها هم المستشارين، في بعض القطاعات في بعض المناطق وليس في كل المناطق لديهم سلطة على المؤسسات المدنية. وأكبر تحدي يواجه الإدارة الذاتية هو كيف يمكن أن تعطينا النموذج الحقيقي لإدارة ذاتية تشاركية تعطي بكل صدق الناس القدرة والاستطاعة لإدارة مناطقهم بشكل فعال. في الأزمة الأخيرة في دير الزور اجتمعت الإدارة الذاتية مع عشرات الناشطين وقدمت لها طلبات كثيرة محقة طبعا، فكان الرد ببعض الاجتماعات أن فلان من الناس فاسد فرشحوا لي غيره. هذه ليست الآلية التي يطمح لها الناس لإدارة مناطقهم. المأمول من الإدارة الذاتية أن تنتج آلية لتداول السلطة تمكن أهل المناطق من إدارة مناطقهم وثرواتهم. هذا أول مشكل. ثاني مشكل هو التحديات، بعضها ذكرها الأستاذ رياض، هي التحديات الخارجية. أنا أريد أن أضيء على ما يمكن للإدارة الذاتية التحرك بصدده. الأطماع التوسعية لإيران وتركيا وغيرها معروفة، ويمكن يعني قد تعجز الإدارة الذاتية بمكان ما أو قوات سوريا الديمقراطية على القيام بما يحد من هذا التوسع. ولكن علاقات مناطق شمال شرق سوريا مع، على سبيل المثال، إقليم كردستان العراق، وهو أحد شرايين الحياة الأساسية لمناطق شمال شرق سوريا، علاقات غير مستقرة. علاقة شمال شرق سوريا مع تركيا، أوكي، هناك أطماع توسعية، ولكن هناك مخاوف أمنية تتذرع بها تركيا أيضا. لماذا لا ننظر بجدية بهذه المخاوف الأمنية التي تتذرع بها تركيا، حتى كل يوم تفوت على منطقة جديدة، وكل يوم تشتاع منطقة، وكل يوم تقصف البنية التحتية، وكل يوم. باعتقادي أنه هذا يسوى أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تناقشها بجدية، وأن تعتمد على مقاربة أمنية، يعني خلينا نقول يعني ذات بعد اجتماعي، يمكن من خلالها أن تصدر نفسها كجهة حاكمة للمنطقة، وهي جهة ترسل أو تمد يد التعاون إلى نعم التعاون
التواصل مع كل دول الإقليم، مع كل الأطراف في الإقليم، وليس الجهة التي يمكن أن تشكل عدم استقرار أو ترسل أو تدعم عدم الاستقرار في مثلا في هذه الدولة أو تلك. ما تفضلت به من موضوع الاستثمار في الأوضاع في شرق سوريا، أو استغلال الأوضاع في شرق سوريا، ما تقوم به إيران والنظام السوري وتركيا على وجه التحديد هو استغلال لحالة من عدم الاستقرار في شمال وشرق سوريا. يتوجب علينا كأبناء منطقة، ابتداء من الإدارة الذاتية مرورا بمنظمات المجتمع المدني وانتهاء بالفاعلين المحليين، هو إيجاد صيغة لحكم المنطقة بشكل مشترك يزيد من الرضا المحلي على الإدارة الذاتية كما ذكرت في جوابي على المحور الأول، لأن الرضا باتجاه الإدارة الذاتية يقل، يزيد من الرضا، وبالتالي هذا سيكون بحد ذاته منطلق لتحقيق استقرار طويل الأمد في شرق وشمال شرق سوريا. اليوم في تحرك العشائر في 28/8 أو الذي بدأ مع اعتقال رئيس مجلس دير الزور العسكري في 28/8 تم استغلاله من قبل النظام السوري، وهذا واضح، وتم استغلاله من قبل الإيرانيين وأيضا هذا واضح يعني، ولكن هي مشكل محلي. وأنا نهائيا لست مع القول بأن ما حدث في شرق سوريا هو صناعة النظام. ما حدث في شرق سوريا لا يعبر نهائيا عن أهل في 28/8 عن أهل دير الزور، ولا عن مطالبهم، ولا عن احتياجاتهم، ولا حتى عن طموحاتهم ومستقبلهم نهائيا. حدث خلاف ما بين مكونات قوات سوريا الديمقراطية، وتمدد وحصل تمرد من مجموعة من القيادات والزعامات العشائرية المعروفة. بتقديري هنا هي ترفع طبعا مطالب الناس لا شك، سمعناها كلنا، ولكن إذا وسعنا المشهد قليلا نرى أن الناس بمؤثريها بالمجتمع المدني في دير الزور كان مطالب ملح بوقف القتال وعدم اللجوء إلى العنف، ويجب اللجوء إلى الحل. وبالتالي هذه الحالة التمرد العسكري أو الاشتباك العسكري لم يكن معبر عن أهالي دير الزور أو عن معظم أهالي دير الزور ولا عن مطالب. ما حدث هو الترويج من قبل أطراف لها مصالح في المنطقة، وربط بمطالب الناس. مطالب الناس بدأت بشكل سلمي في عام 2019 بالتحديد ومستمرة، وحتى خلال التمرد العسكري كان هناك إصرار على ضرورة اللجوء إلى الحوار. وأتذكر في إحدى الأوراق التي أصدرناها التي كانت على بناء على لقاءات مع فاعلين واستبيانات نفذناها في شرق سوريا، كان هناك إصرار على العمل السلمي ورفض لحمل السلاح للتعبير أو لإجبار الإدارة الذاتية على الإصلاح، لأن المشاركين كانوا يرون بأن، أو معظمهم الغالبية الساحقة كانوا يرون أن اللجوء العنف سيعيدهم إلى المجهول. إذن هم بمكان ما يرون نفسهم في حالة أفضل من، فهم لا يريدون الاستغناء عنها، لا يريدون خسارتها. لذلك هناك إصرار على السلمية من قبل أهالي دير الزور. ما وصلت إليه المنطقة هو نتيجة، لا ما بدي أكبر ما بدي أقول فشل، لأنه كان في هناك جهود من قبل الإدارة الذاتية، ولكن في شيء من التقصير من الإدارة الذاتية تجاه مناطق دير الزور استغل من قبل أطراف خارج هذه المناطق لها مشاريع أخرى. المهمة الأساسية اليوم برأيي أمام الإدارة الذاتية هي أن، وأتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة هي مدخل لذلك الحقيقة، أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية، فرصة ذهبية، لأن تقوم الإدارة الذاتية بمراجعة دقيقة لعملية إدارتها لكافة المناطق وليس فقط لدير الزور، وأن تكون هذه المراجعة ليست باجتماعات صورية، بل بتفاهم وحوار مع المجتمع المدني ومع الزعماء المحليين الفاعلين المحليين. وأعتقد أن كل هذه الأطراف على استعداد،
وأعتقد أن هذه الفرصة هي يمكن أن تكون مدخل لإعادة تعريف عمل الإدارة الذاتية. ليس فكرة الإدارة الذاتية، ليس مشروع الإدارة الذاتية، عملية يعني إدارة المناطق من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية. هذا واحد. اثنين، أنا آسف تأخرت. اثنين، أمام الإدارة الذاتية أيضا مهمة تاريخية، وأعتقد من خلال هذا الحوار يمكن أن تحقق، وهو إعادة أو إمكانية إيجاد صيغة لتعايش موثوق ما بين مكونات المنطقة. أنا أعتقد وأحب أن أكرر دائما هذا الكلام، وأكره الإنكار أن العلاقة ما بين المكونات في شمال شرق سوريا هي علاقة غير سليمة على الإطلاق، خصوصا بين المكونين الأكبر العرب والأكراد. الإدارة الذاتية بمشروعها، بإمكانيات المراجعة اليوم، يمكن أن تقوم بمهمة تاريخية في إيجاد صيغة لتعايش ما بين العرب والأكراد، لا منعا لاستغلال العلاقة غير السليمة من قبل الأتراك ومن قبل الحكومة المركزية في سوريا ومن قبل إيران ومن قبل كل الجهات التي بنت كل تدخلاتها وكل مشاكلها على الصراع العربي الكردي، خصوصا الحادثة الأخيرة في دير الزور بنيت كلها على الصراع العربي الكردي، وهو غير صحيح. غير صحيح. ما يحدث في دير الزور هو أمر مطلبي. مطالب الناس المحقة تريد أن تتحقق عن طريق مؤسسات الإدارة الذاتية. صار في اشتباك، وصارت إيران تحكي، وصارت تركيا تحكي، وصار كل الدنيا والجيش الوطني يتحرك كله للدفاع عن العرب بمواجهة الأكراد. نحن أيضا أمام مهمة، وأنا أقول أن الإدارة الذاتية يجب أن تعي أن الاعتماد على الخارج غير مضمون. ثاني شيء لن يستمر، وبالتالي تصويب العلاقة مع المجتمعات المحلية من خلال إعادة الحوار الذي أنشأ الإدارة الذاتية نفسه وتوسعته، يمكن أن يعطينا فعلا نتائج تؤدي إلى إدارة ذاتية تشاركية قليلة العيوب، الرضا عنها عالي جدا. وهنا يمكن حقيقة أن تكون الإدارة الذاتية مدخل هام لحكم المنطقة ولإعطاء نموذج إيجابي يمكن بناء عليه المستقبل السوري. يعني للتدليل على كلامك جلال، يعني من الملاحظ كمان يعني قائد قوات سوريا الديمقراطية حكى عن جوانب التقصير والخلل ومكامنها وكذا. إذا في حكي داخل الإدارة الذاتية نفسها، وأعتقد الشيخ رياض سبق في إحدى ندوات المقامة أيضا في المركز الكردي حكى عن هذه الجوانب. لكن بطبيعة الحال لا يمكن نزع أدوار الفاعلين الخارجيين أيضا في تأليب الجماعات القومية، في يعني تغيير المنحى المطلبي للناس لخطابهم. ليس خطاب الناس اليوم واحتياجاتهم أن تقوم إمارة للشيخ الفلاني، هذا ليس في وارد مطالب الناس. هذا نزوع عند شخص معين أو جهة معينة أو متحالفة مع الطرف الفلاني. لكن بطبيعة الحال كل ما تفضلت فيه أعتقد أنه تم الكلام فيه بشكل علني، وهذا يعني يخفف من المشاعر السلبية تجاه ما حصل في دير الزور. لذلك راح أعطي المجال للتعقيب للشيخ رياض. حسيته في عنده كثير من الأجوبة اللي ممكن تفيدنا. تفضل شيخ رياض فيما تبقى من وقت. شيخ رياض يعني معنا 5 دقائق إلى 10. أشكرك. يعني أنا بدي أنتقل على الخطوات اللي مرت عند صديقي العزيز جلال. يعني أول شيء المخاوف الأمنية التركية هي صنعة سياسية واستخدام سياسي، لأنه لم يمكن ولا لحظة يعني تم اعتداء على ما يسمى الأمن القومي. بالعكس، طالبنا تركيا في كثير من الرسائل والمرات على أننا نحن أداة حماية لكم، لكن من يحمي أمن سوريا؟ هذه منطقة أيضا فيها اعتداءات كثيرة ويساهم التركي فيها وتأجيجها دون مبرر لذلك. فهذه المسألة مهمة واستخدام سياسي، وبالتالي لا حجة لتركيا أن هناك من يعتدي على مناطقها، حتى أنها تقوم بعمليات استخبارية وتفجير حتى تتهم وتوجه الاتهام لتقوم بأعمال تخريبية في المنطقة. بالنسبة لدور أبناء المنطقة في المشاركة، هذا الأمر مهم جدا وضروري جدا،
ولكن المشكلة أن هناك من يطالب بالمحاصصة. المنطقة تحتاج إلى إدارة مؤسسات حقيقية وليس تقاسم ثروات، وهذا ما يحصل سواء كان مع جزء من الجانب العربي الذي يفكر ويناقش ويحاور بطريقة إدارة جديدة مختلفة. نحن ندير مناطقنا، كيف تدير مناطقك؟ هذه منطقة واحدة اسمها إدارة ذاتية، يجب أن يتعاون الجميع فيها. أما أن تشكل فيها إدارات محلية لأبناء المنطقة بذاتهم، هذا أمر لا يمكن حدا أنه يعترض عليه. وبالتالي حتى مع الأخوة الكرد في المجلس الوطني هناك تفكير بالمحاصصة يمنع استمرار العلاقات الطيبة، ولديهم أيضا علاقات أخرى مع المعارضة في الخارج تساهم في تأجيج الموقف المختلف. ولذلك يكون هناك خطوة دائما سلبية باتجاه العنصر في العراق، الكردي في العراق، حتى لا يمكن التعاون بيننا رغم أن أهميتهم لنا مثل هواء لنا. ومع ذلك هناك استخدام سياسي في كثير من الحالات نعاني منها. عناصر قسد المنشقة التي قامت بالحراك الذي أدى إلى حركة العشائر كلام صحيح من حيث المبدأ، ولكن هناك أيضا جاهزية مسبقة، وكان قبل الأحداث في تصريحات. طبعا أنا في أحد اللحظات سجلتها من تصريح وزير الخارجية السوري في أحد زياراته لإيران، ثم بعد ذلك المستشارة السياسية صرحت بالأحداث هي بحجة إخراج الأمريكيين، ولكن التدخل واضح جدا من أجل ذلك. وتلازم هذا التصريح وهذا العمل مع تفكير الأمريكان بعمل جيش العشائر، وبالتفكير الذي خطر أيضا في وقته بحماية الحدود العراقية من أي تدخل خارجي، وهذا له ما وراءه، ولذلك حصلت الأحداث. لدي أنا أيضا تصريحات حسن نصر الله في أحد كلماته يتحدث عن شمال شرق سوريا والتغييرات القادمة. ناصر قنديل له لقاءين أنا متابعها تماما يتحدث فيها عن آلية القتال والدعم المستمر بدون ثمن حتى يتم تخريب المنطقة أيضا باسم قتال الأمريكان. وأخيرا كان رئيس حرب إبراهيم الذي لم يكن يعرف ما يريد، مسكين، عمل خيمة حرب وبعدين لقى حاله رهينة لأخطائه. إذا إحنا هاي المسائل كلها نقدر نمر عليها ونحاجج فيها، لأنه أيضا مسائل تستخدم ضدنا. ولكن أؤكد تماما ما قاله أخي جلال، أنه لا يمكن أن يدخل أحد إلا من أخطائنا. يوجد أخطاء، يوجد انتهاكات، يوجد تصرفات سلبية استمر الاستثمار فيها من قبل الخصوم وما زال. ولذلك الحركة الدؤوبة المستمرة من عقد مؤتمر دير الزور للاستقرار والأمن الأخير الذي أصدر 42 نقطة من أجل العمل على التغيير، بدءا بتشكيل أحزاب سياسية في المنطقة إلى آخر نقطة من أشكال التعاون والمشاركة لكل أبناء المنطقة بشكل إيجابي وفعلي. هذه أمور أيضا جاءت نتيجة الأحداث. أنا أؤكد شيء مهم جدا، أن الإدارة الذاتية وأبنائها مستعدون دائما لتراجع الأخطاء، ولدينا قرارات أنا قلت عنها أحيانا من باب يعني سواء الاستفزاز أو سواء الزعل، أنه يكفي وإحنا نرقع وراء الأخطاء، لأنه مسد عادة تتأثر بالأخطاء أكثر ما تأثر عناصر الإدارة الذاتية الموجودة في العمل الخدمي. إحنا بالسياسة مواجهين يوميا وبكل لقاءاتنا وحتى من قبل مندوبين دوليين، لديكم الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، ومن هنا نحن نواجه الخطأ قبل أن يواجهه غيرنا. من قال أن المبادرة من أجل مواجهة الأحداث في مناطق شمال شرق سوريا صدرت من أحد آخر غير أبناء مسد المسؤولين عن حماية المنطقة والدفاع عنها، وبنفس الوقت عن إيجاد الحلول للأخطاء الموجودة سواء من الإدارة أو سواء من قسد نفسها، لأن العناصر التي انشقت من قسد استثمرت في الفترة الطويلة التي تحكمت فيها بالمناطق مثل أبو قولة، ولكن أيضا لديها أعمال في إنشاء تخريب داخلي وفي تواصل خارجي من أجل الخطوة التي قامت، لولا أن قسد سبقت فيها واعتقلت أبو قولة. كان هناك مشروع من أجل أن تقيم
هذه المجموعة شكلها الخاص المدعوم ولو بالتعاون مع النظام وإيران. هذه المسائل مهمة، أعتقد أن الحاجة دائما لمراجعتها ودون خجل، دون خوف، الوقوف عليها من أجل تصحيح مسار المنطقة ليبقى عامل جذب حقيقي لإنشاء مكان للسوريين يستطيعون أن يتحركوا فيه ويتحرروا من عقد السياسة، وأن يعملوا سياسة حقيقية ويواجهوا الأخطاء دون خوف. أعتقد المنطقة فيها إمكانية للاستثمار السياسي دون خوف من أحد، لأنه لا توجد تلك القيود الموجودة في المحيط لمن يمارس السياسة. جزيل الشكر شيخ رياض. بدي أختم مع صديقي جلال، إذا في تعقيب أو كلمة أخيرة حاب تقولها تفضل. نعم نعم، أريد أن أقول أن أولا حتى أكون منصف، المبادرات التي طرحها خصوصا المجتمع المدني لأحداث دير الزور الأخيرة قد تكون الإدارة الذاتية واحدة من أكثر الأطراف التي كانت متجاوبة، على الأقل كانت إيجابية مع المبادرات. وأنا مداخلتي قبل قليل أتحدث فيه وأصر على الوقاية، أن المشاركة هي باب لوقاية المنطقة من أي استغلال، وباب لتقوية حكم الناس ومشاركتهم في مناطقهم، هي باب لتقوية وحماية مناطقهم تحت ظل الإدارة الذاتية. وهذا مستقبلا ما قد يعطي فعلا الإدارة الذاتية الثقة. أريد آخر تعقيب أن أقول بأن يجب أن يكون مستقبل مناطق شمال شرق سوريا ما بعد أحداث دير الزور غير ما قبله. يجب أن تكون أحداث دير الزور هي مدخل للتغيير في أداء مؤسسات الإدارة الذاتية. أرجع أقول أتكلم عن الفكرة والمشروع الإدارة الذاتية، مؤسسات الإدارة الذاتية في كافة المناطق، وأن يكون هناك تعاون فعال ومستمر على طول خط التغيير مع طرفين أساسيين. أولا منظمات المجتمع المدني، لأنها تقوم بدور ممتاز وهي قادرة على الوصول ولديها الموارد ولديها الإمكانيات البشرية واللوجستية، وأيضا مع الفاعلين في المنطقة، الفاعلين المجتمعيين في المنطقة. شكرا جزيلا. شكرا جلال. جزيل الشكر لضيفي الشيخ رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، والأستاذ جلال الحمد محامي سوري ومدير منظمة العدالة من أجل الحياة الناشطة في شمال سوريا. يبقى أنه الكلام الذي سمعناه من الشيخ رياض والأستاذ جلال يتردد أيضا في الداخل، قيل في الداخل، وهذا مؤشر ربما على التعافي. لا نبالغ في التفاؤل، لكننا لسنا محكومين بالتشاؤم أيضا. جزيل الشكر لضيفي ولضيوفنا في المركز الكردي للدراسات. ابقوا بخير وليلتكم سعيدة. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.